مملكة نوميديا، حين صنعت إفريقيا أول دولة أمازيغية عظيمة في شمال إفريقيا. وقبل أكثر من 2000 عام لم تكن هذه الأرض هامشاً للتاريخ، بل كانت قلباً نابضاً للقوة ومسرحاً لصراع الإمبراطوريات الكبرى. بين قرطاج وروما نهض شعب أمازيغي حر وصنع مملكة ستغير موازين القوى في المتوسط. إنها مملكة نوميديا، قصة دولة وقصة ملك وقصة سقوط لم يمح أثره إلى اليوم. الفصل الأول: أرض نوميديا مهد القوة. امتدت مملكة نوميديا عبر ما يعرف اليوم بالجزائر الشرقية والوسطى وأجزاء من تونس وليبيا. أرض خصبة، جبال شامخة، وسهول واسعة جعلت منها مركزاً طبيعياً للزراعة والرعي والتجارة. سكانها هم الأمازيغ، شعب حر مقاتل، عاش متنقلاً في البداية، لكنه عرف الاستقرار مبكراً وامتلك مهارة نادرة في الفروسية والحرب. الفصل الثاني: نوميديا قبل الوحدة. قبل أن تصبح نوميديا دولة موحدة، كانت منقسمة إلى مملكتين: الماسيلي في الشرق، الماسيسيلي في الغرب. كل مملكة لها ملكها وتحالفاتها وجيشها. وكانت قرطاج القوة الكبرى التي تحاول السيطرة على الجميع، لكن التاريخ كان يعد لظهور رجل سيغير كل شيء. الفصل الثالث: مسينيسا، الملك الذي صنع الدولة. ولد مسينيسا سنة 238 قبل الميلاد شاباً طموحاً ذكياً. تعلم فنون الحرب والسياسة مبكراً. في البداية تحالف مع قرطاج، لكن عندما أدرك أن مستقبل نوميديا لن يكون إلا بالتحرر، غير ولاءه وتحالف مع روما خلال الحرب البونيقية الثانية. وبعد هزيمة قرطاج، حقق مسينيسا أعظم إنجاز في تاريخ شمال إفريقيا: توحيد نوميديا لأول مرة. جعل من سيرتا قسنطينة عاصمة للمملكة، وبنى دولة حقيقية لا مجرد قبائل. الفصل الرابع: بناء الحضارة النوميدية. مسينيسا لم يكن مجرد محارب، بل رجل دولة. شجع الزراعة واستصلاح الأراضي. حول نوميديا إلى مخزن حبوب روما. أسس جيشاً منظماً يعتمد على الفرسان. فرض النظام والقانون. شجع الاستقرار وبناء المدن. حتى الرومان قالوا: نوميديا أصبحت دولة لا تهزم إلا من الداخل. بداية الانقسام بعد وفاة مسينيسا سنة 148 قبل الميلاد. بدأ الضعف يتسلل إلى المملكة. تقاسم أبناؤه الحكم، ودخلت الصراعات العائلية. وهنا وجدت روما الفرصة الذهبية. أبرز قادة هذه المرحلة كان يوغريتا، ملك ذكي مقاوم. حاول استعادة قوة نوميديا، وحارب روما في حرب شهيرة عرفت بحرب يوغريتا، لكنه خذل بالخيانة وسقط أسيراً في روما. الفصل السادس: النهاية، سقوط مملكة نوميديا. آخر ملوكها كان يوبا الأول الذي وقف في وجه يوليوس قيصر، لكن روما كانت قد أصبحت إمبراطورية لا ترحم. سنة 64 قبل الميلاد هزمت نوميديا وانتهت كدولة مستقلة، وتحولت إلى مقاطعة رومانية. لكن هل انتهت حقاً؟ الخاتمة: نوميديا التي لم تمت. سقطت الدولة، لكن الهوية بقيت. بقي الأمازيغ، وبقيت الأرض، وبقي التاريخ شاهداً على أن إفريقيا أنجبت دولة قوية قبل أن يكتبها الرومان في كتبهم. مملكة نوميديا
ليست مجرد صفحة من الماضي، بل جذر من جذورنا.